مرحبا ويا هلا فيكن من جديد. معي أنا فافو. فيديو اليوم رح نحضر وصفة جديدة، تغيير شكل عن الحلويات الشرقية اللي اعتدنا نحضرها برمضان. رح نعمل تشيز كيك التمر، بس هالتشيز كيك اللي بيميزه انه ما بيحتاج فرن، ما بيحتاج حتى مادة جيلاتين، رح يكون كتير سهل وطعمه كتير طيب ويمي. فخلونا نبدأ. بداية رح نحضر صوص الكراميل. حطي كوب سكر على النار وفوقه نص كوب مي، بس بدون أي تحريك تماما مثل ما واضح. تركيه لحتى يغلي ويبدأ يتغير لونه، بس لا يتحول لون ذهبي أو ياخد لون كراميل مثل ما واضح. ضيفي نص كوب هيفي كريم، وبهالمرحلة ديري بالك لأنه رح يغلي ويفور شوي، فوطي النار عليه وضيفي الهيفي كريم وحركي بحذر، بس لحتى يختلط المزيج كتير منيح ويدوبوا ببعض. طفي النار عليه، ضيفي معلقة زبدة، حركيها كمان لحتى تدوب، وتركي الكراميل لحتى يبرد. بعد ما جهزت صوص الكراميل رح جهز الطبقة الأولى للتشيز كيك. استخدمت كوبين بسكويت مطحون ناعم مع تلتين كوب زبدة ونص كوب جوز. استخدمت جوز البيكان. حطي الجوز بزبلوك صغير أو كيس سحاب، كسريهم باستخدام أي أداة مطبخ شوي يكون وزنك تقيل. أنا استخدمت الشوبك هون. ضفتهم للبسكويت والزبدة. ضيفي كمان ربع معلقة قرفة، كتير بتعطي نكهة طيبة مع البسكويت. خلطيهم مع بعض كتير منيح. لو فيني بس وصل لكم الريحة قد ايه بتاخد العقل. القرفة كتير ريحتها طيبة مع الحلويات، هيك بحسها كتير شرقية. بعد ما تخلطيهم رصيهم بقالب التشيز كيك وعلى البراد حوالي ساعة لحتى نجهز الطبقة الثانية. لتحضير طبقة تشيز كيك التمر رح يلزمني حوالي 4 معالق معجون تمر. مو متوفر عندي فرح حضره من التمر العادي. استخدمت 12 حبة تمر، نقعتهم بمي سخنة كتير مدة ربع ساعة، وبعدها شلت القشر عنهم وطحنتهم على الفود بروسيسور، وهيك صار معجون التمر جاهز. لتحضير الطبقة الثانية رح تحتاجي باكيتين جبنة كريمية بوزن 450 جرام تقريبا. اخفقيهم بالميكسر اليدوي الكهربائي مع كوب ونص سكر بودرة حوالي 3 دقايق لحتى يمتزجوا منيح. بعدها ضيفي الهيفي كريم. رح تحتاجي تقريبا كوب ونص. بدك تنتبهي كتير منيح بهالمرحلة انه تضيفي الهيفي كريم على شكل خيط، بحيث انه ينزل على خليط الجبنة كتير ببطء لحتى ينخفق معه ويضل القوام سميك. تقريبا بتاخد هالمرحلة بحدود 6 أو 7 دقايق. بس تنتهي من إضافة الهيفي كريم ضيفي نص معلقة صغيرة قرفة ومعجون التمر واخفقيهم مدة نص دقيقة مع بعض، وهيك صارت طبقة التشيز جاهزة. مدي خليط التشيز أو الجبنة والتمر يلي عملناه فوق قاعدة البسكويت اللي سبق وحضرناها، وبالسباتيولا حاولي انه تفردي الخليط ويكون سطحه مستوي. رجعيه على البراد ليوم كامل. بعد يوم طالعين من البراد وهيك رح بيكون شكله. استخدمي السكين لتفصلي حواف التشيز كيك عن اطراف الصينية. انا هون نقلته بعدها لطبق التقديم وزينته بصوص الكراميل وحبات كاملة من جوز البيكان. وبس، صحتين وعافية. فيكي تقدمي هالتشيز كيك مع القهوة العربية، طعمه كتير رائع وبيجنن، خاصة هلأ بهيك سهرات رمضان. بتمنى تكونوا حبيتوا وصفة اليوم. لا تنسوا تدعموني بلايك واشتراك للقناة، وهي آخر فيديوهات اللي إذا بتحبوا تشوفوها. بشوفكن قريبا إن شاء الله بفيديو جديد. باي باي.